ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بنحت تمثال لابو الهول. قال ده انت جامد قوي بقى. امال ايه؟ ده انا خطرانه ما حصلتش. هو انت بتتكلم كده ليه ولابس كده ليه؟ عشان فنان، انا فنان. وبتنحته ليه بقى يا معلم؟ انت تحب التاريخ المصري للدرجه دي ولا ايه؟ طبعا يا ابني، ده تاريخي وتاريخ اجدادي. اخيرا لقيت حد بيحب التاريخ يا جدعان. امال ايه؟ ده مشروع العمر. مشروع؟ طبعا هعمل منه كتير وانزل ابيعه على البحر بقى واجيب قرشين محترمين، والمشروع يكبر واجيب عربيه وانزل بيه القاهره وابيع في خان الخليلي، وبعدين المشروع يكبر اكتر بقى وانزل اوزع على كل التجار واجيب عربيه احسن من العربيه القديمه بقى، وفيلا وشاليه في الساحل ايه يا ابني ده كله يا ابني؟ كل ده عشان عملت ابو الهول؟ لا، ما انا عملت طفايات كمان، وهنزل على محلات السجاير واوزع عليهم بقى، وهنزل كمان. استنى بس كده، استنى انت عملت ابو الهول والاهرامات وملوك مصر على شكل طفايات؟ ايوه، دي شكلها حلو جدا. حتى بص. حلو ايه بس؟ انت تعرف ايه عن الناس اللي انت بهدلتهم معاك دول؟ مصريين زينا عادي يعني. زينا عادي ايه؟ طب انت تعرف ايه عن تاريخهم؟ دول بقالهم 7000 سنه بحالهم. وبعدين ايه؟ تعرف ايه تاني؟ هو في حاجه تاني؟ حاجه تاني؟ طب تعرف ايه عن اللي في ايدك ده؟ ابو الهول ده تمثال اسد، كانوا بيعبدوه زمان. بيعبدوه؟ اني اسف اني اتكلمت معاك في الموضوع دي اساسا. اديني طفايه اديني. استنى ب5 جنيه بس. في الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الاهرامات وقلنا ان هي مش مبنيه عشان تكون مقابر، وقلنا كمان انها مفاعلات للطاقه الكهربائيه، وقلنا ان الحضاره المصريه عمرها مش 7000 سنه بس، وانها اكتر من كده بكتير. تعالوا نكمل كلامنا عن الحضاره المصريه ونشوف مع بعض ممكن تاريخها يرجع لحد امتى. وان شاء الله يا صديقي هسيب لك المصادر كلها في الوصف تحت عشان لو حبيت تطلع عليها. المصادر بتقول ان الحضاره المصريه ما بداتش من سنه 3200 قبل الميلاد، ولا حتى بقالنا 7000 سنه زي ما بيقولوا، وان عمرها الحقيقي يا صديقي اقدم من كده بكتير. انت قاعد تقول لي اقدم بكتير، بقالها قد ايه يعني؟ خليني اقول لك ان حسب الاكتشافات والحسابات الفلكيه الحديثه، اهرامات الجيزه الثلاثه موقعها متوافقه تماما يا صديقي بشكل شديد الدقه مع نجوم حزام اوريون النجمي، بس مش متوافقه معاها دلوقتي، لا دي متوافقه مع موقعها يا صديقي من 10500 سنه قبل الميلاد، وده طبعا تم الوصول ليه بتكنولوجيا حديثه تقدر تحدد مواقع النجوم وحركاتها من الاف السنين. معنى كده ان عمر الهرم الحقيقي ممكن يرجع ل 10500 سنه قبل الميلاد، وطبعا كل السنين دي مفقوده وواقعه من التاريخ المصري القديم، ولسه لحد دلوقتي مجهوله للعالم كله، ومحدش يعرف قد ايه التطور اللي وصل له المصري القديم بالظبط. لو لسه مش متخيل كلامي خليني احكي لك حاجه ثانيه متعلقه بالاهرامات. طبعا اول ما بنتكلم عن الاهرامات بيحضر في ذهنك على طول ابو الهول، فخلينا بقى نتكلم شويه عن ابو الهول. حسب الاكتشافات الحديثه اللي عملها علماء الجيولوجيا بتقول ان علامات التآكل اللي في جسم ابو الهول والحوض المحيط بيه الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليه بالمنظر ده هي كميه ضخمه من الميه اللي فضلت تحتك بجسم ابو الهول لالاف السنين عشان تقدر تسيب الاثار دي. الغريب بقى ان الفتره الوحيده اللي كان فيها ظروف بيئيه تقدر تصيب الاثار دي على ابو الهول كانت فتره العصر المطير اللي مرت على الارض زمان جدا. حسب المصادر بتقول ان المطره فضلت مستمره على كوكب الارض الاف السنين بدون انقطاع. طبعا انا مش هقول الرقم عشان ما حدش يتخاطر، لكن تقدر تشوف المصادر يا صديقي وتبحث بنفسك في الموضوع ده، لحد ما انتهت المطره دي يا صديقي من 7000 سنه تقريبا. معنى كده ان ابو الهول كان موجود من اكتر من 7000 سنه دول. تعال اصدمك تاني، حسب كلام علماء الاثار وحسب الاكتشافات المتعارف عليها في علم المصريات بتقول ان كل تماثيل ابو الهول المكتشفه في كل حته في مصر تبقى عباره عن تمثالين محطوطين قدام بعض، وده موجود في كل الاماكن الاثريه اللي فيها تماثيل ابو الهول، الا تمثال واحد بس يا صديقي لوحده، هو تمثال ابو الهول اللي في الاهرامات. ايوه، وبعدين عايز تقول ايه يعني؟ في خبراء وباحثين بيقولوا ان ابو الهول الثاني اللي المفروض ابو الهول بتاعنا ده يكون باصص عليه مش موجود في الارض، موجود في السماء فوق. لا حول ولا قوه الا بالله. هو مات امتى؟ الله يرحمه كان طيب. ايه ده؟ هي التماثيل بتموت؟ لو رجعنا للنظريه اللي بتقول ان الاهرامات اتبنت من 10500 سنه قبل الميلاد وشفنا شكل السماء ساعتها كان عامل ازاي، هنكتشف مفاجاه صادمه. في مواقع نجوم يا صديقي اسمها مواقع نجوم كوكبه الاسد، ودي كانت تتمركز وقتها قدام ابو الهول بالظبط بس في السماء، وطبعا واضح من اسمها انها على شكل اسد، يعني نفس شكل ابو الهول، يعني ممكن تكون النجوم دي كانت ترمز لابو الهول الثاني. شكرا. كده النجوم دي كانت ترمز لابو الهول الثاني اللي المفروض مواجه لابو الهول الحالي بتاعنا بس في السماء، رمز سماوي مناسب لعقائد المصريين القدماء زمان. يعني ممكن نقول ان تاريخ ابو الهول والاهرامات بيرجع ل 10500 سنه قبل الميلاد. الحقيقه ان الحضاره المصريه تعتبر من اغرب واكبر الالغاز الموجوده على كوكب الارض، ومعظم تاريخها لسه مجهول، ولسه في الغاز كتير قوي هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقات الجايه. انت بقى ايه رايك يا صديقي؟ تفتكر فعلا ممكن تكون نظريات والابحاث دي صح، وتكون فعلا الاهرامات وابو الهول بقى لهم اكتر من 10500 سنه قبل الميلاد، وتكون مش مقابر ولا حاجه وفعلا مفاعلات لتوليد الطاقه الكهربائيه، ولا هي بالفعل مقابر وخلصنا على كده؟ وهل ممكن يكون كان في حضاره مفقوده فعلا كانت عايشه على ارض مصر زمان وكان عندهم كهرباء وتكنولوجيا حديثه، ولا دي كلها خيالات ونظريات ملهاش اي اساس من الصحه؟ الاجابه
دي بتاعتك انت بقى يا صديقي، وبقول لي رايك في التعليقات تحت، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا علاء عرفه وبس كده.